الأحياء الغربية وقرارات كل يوم قرارات جديدة في الأحياء الغربية، معناش عارفين رايحين فين أو هنتجه لفين. الناس كلها قلقانة، السوق كله في ترقب شديد جدا. هيكون في سحب، الدنيا تمشي ازاي الفترة دي؟ محدش عارف الدنيا رايحة فين. الناس اللي بتقول في فترة سماح طلعت من الجهاز لمدة 6 شهور. يعني الناس اللي بتقول في 6 شهور سماح، ال6 شهور دول جالكوا انتوا وما جوش لنا احنا ما نعرفش عنهم حاجة. عايزة بس انبهكوا على حاجة بس مهمة وبسيطة، ان اي حاجة او آه، اي مدة سماح او اي منشور بيطلع من رئيس الجهاز لازم يطلع بيه منشور رسمي. زي مثلا ما قالك ايه بقى، لما قالك الفترة اللي فاتت حياة 28 حياة 29 حياة 30 مفيش فيهم تنازل غير لما تبني دور وتشطب واجهته وتحط بواباتك وتشطب السور بتاعك كمان، والشقة فوق وجوه تنفع للسكن حتى تديها محارة. القرار طلع من الجهاز، طلع منشور من الجهاز بالكلام ده، فما سمعوش لحد. في سحب، الناس عم تخوف برضو الناس، في سحب الله اعلم لسه الدنيا فيها ايه. طب بسرعه كده، اللي محتاج اي حاجه تخص الاخشاب، الناس اللي بتشطب الفتره دي ومحتاجه تحط باب وشباك اخشاب، حلو، اي حاجه تخص الخشب، باب والشباك، اوض نوم، انتري، صالون، الرقم ده للتواصل اهوت يا جماعه. تواصلوا معاهم، طبعا شغلهم ما شاء الله، ناس كتير قوي متابعيننا القناه اشتغلوا معاهم وشافوا شغلهم اصلا ما شاء الله عاد مشهور، وهم مسمعين اصلا في مدينه العاشر من رمضان وخارج مدينه العاشر من رمضان. فاي حد محتاج اي شغل بسرعه بيجي لك شغلك في وقتك. الشغل بيبقى زي ما اتفقت، شغل كويس، اللي بتحتاجه عموله خفيف تقيل، شغل اي شغل بتحتاجه بتلاقيه، صناعيه بتيجي تركب لك امورك زي الفل. الرقم بتاعهم اهوت للتواصل. تعالوا بقى نكمل الفيديو بتاعنا. الاول اللي ما حطش لايك حط لايك يا جماعه، حطوا لايك عشان نرفع الفيديو. اللي ما اشتركش في قناه العاشر من رمضان مع الناس يشترك فيها. اللي متابعين على القناه يجينا على الفيسبوك ناس السيد، اعملوا مشاركه للفيديو عشان الكل يستفاد. في منشورات بقى اليومين دول ما اعرفش، هي منشورات مجهوله الهويه، بتبقى على الفيسبوك على جروبات العاشر من رمضان، بتبقى مجهوله الهويه، اللي هو الحق الحياه 29 حياه 30 حياه 28 فيهم سحب اراضي، وهيرجعوا يطرحوا الاراضي دي في قرعه، هتنطرح في القرعه وهتتباع بسعر اليوم. هل ده حقيقي؟ هو حقيقي ومش حقيقي، هقول لكم حقيقي ايه الحقيقي، الجزء الحقيقي في الكلام ده، وايه الجزء اللي مش حقيقي في الكلام ده. بس حطوا لايك يلا. انا هنا في الحياه 28 نسبه المباني ما عادتش وحشه، نسبه المباني عادت كويسه، هو بس الاكتر الناس مش متشطبه. يعني الحياه 28 في 80% مش مشطبين لسه واجهه ولا مشطبين حاجه، ونقول 5% لسه ما بنوش. ماشي، فمحدش عارف الدنيا رايحه فين. مفيش اي منشور طلع من الجهاز ان في سحب. برضو ما بقولش كده ان انت ما تبنيش، لا، انت لازم دلوقتي، انت في وقت فعلا خطر. احنا كل يوم بنسمع كلام جديد، ما حدش عارف الدنيا ماشيه ازاي، بس ما فيش رئيس الجهاز ما طلعش اي منشور. كل اللي طلعه قال مش في تنازلات في القطع الاراضي الفاضيه للاحياء دي غير لما تبني دور وتشطب واجهه زي البيت اللي فوق دور دوت، شطب واجهته وتحط بواباتك. لكن ما طلعش منشور بالسحب. لو عايز يطلع منشور بالسحب كان طلعه، بس الفتره الجايه هيبقى في جديد عندهم مش عارفين. طيب لو خد الاراضي دي زي ما الناس بتقول فعلا، لو سحب الارض دي هيطلعها تاني قرعه؟ ايوه طبعا لازم يطلعها قرعه، لازم يطلعها قرعه اساسا. كده انتوا فاكرين قرعه ال 34 اللي كانت فتره كم قطعه الارض اللي كانت موجوده في ال 34 وال 37 دي قرعه؟ دي ارض ايه؟ دي ارض كانت محطوط، يعني طرحوا الحكومه طرحت الاراضي وفضل القطعه دي. لا، القطعه دي من فتره والناس خلصت اقساطها، ممكن تكون ناس كانت مسافره بره وقدمهم وما راحش لهم مثلا رساله او رقم التليفون، او ما عرفوش ان القرعه رست عليهم وما كملوش استكمالهم مثلا قطعه الارض ولا كملوا الاقساط بتاعتها. فالجهاز بيفضل سايبك يبعت ويبعت وانت ما بتروحش ولا بتسال ولا كملت اقساطك، فبيبدا ياخدها ترجع للجهاز تاني. الحكومه والجهاز بيعمل ايه؟ وزاره الاسكان بتعمل ايه؟ تعالى يا رئيس مجلس، تعالى يا رئيس الجهاز، عندك ايه اراضي؟ عندك اراضي ايه ما فيش حد رجع لها ولا سأل عليها وما دفعش ولا قسط منها وخلاص؟ عندنا طرح قد كده في حي كذا وحي كذا، ابدأ اعرضها للبيع بسعر اليوم، ممكن تكون اغلى كمان من سعر اليوم. ومن سنتين كده كان في قطع اراضي نزلت في الحي 32، كانوا كام قطعة اصلا معدودين على الايد ونزلوا للمغتربين، وكانوا بالدولار باين، مش فاكرة قوي التفاصيل، بس انا كان معايا حد متابع وكان قدم في الطرح ده. بقول له انت واخد في ال 32 ازاي؟ ده ال 32 باني ومخلص اقساطه.
قال لي كان طرح او قرعه واحنا مغتربين، وكان واخدها بالدولار، وكان واخدها يومها بسعر اعلى باين من سعر السوق. القطعه دي كانت برضو ازاي؟ القطعه دي برضو كان مثلا ممكن يكون كان حد مقدم وما دفعش اقساطه خالص ولا سأل، فبتتسحب منه، بترجع تنزل طرح جديد من اول وجديد وبسعر اليوم، ممكن تكون اعلى من سعر السوق. فعرفتوا ايه الجزء الصح؟ الجزء الصح ان لو سحبوا اراضي من حد بياخدوها يطرحوها تاني، فعلا بتطلع طرح تاني وبسعر جديد وبسعر غالي. والجزء الغلط ان بيقولك الجهاز بدأ يسحب او هيبقى في تصوير جوي. احنا ما سمعناش الكلام ده لسه. ده برضو مش يديني ان انا اطمنك على الاخر وتحط بطنك بطيخه صيفي كده وما تبنيش قطعه ارضك. لا، انجز وابني طول ما انت شغال في قطعه الارض، امورك تمام شويه ماشي. طيب لو انا مش معايا فلوس ابني، ما تستناش لما الوقت يدخل عليك اكتر من كده. الاحياء دي فيها اسعار اراضي، يعني الاسعار عايزه اقول لكم ان اكتر احياء بنبيع فيها اراضي بيجي لنا اراضي للبيع الفتره دي 28 و29 و30 وال32 و33. طبعا احياء الشرقيه فيها بيع برضو كتير، بس الاحياء دي سعرها بيجي اراضي بسعر اللي هو ايه ده. الاحياء دي فيها الاسعار دي، الاسعار دي جانا في الاحياء دي. ايوه، رغم انها احياء بانيه وفيها مرافقها وفيها خدماتها، عشان اللي بيبيع ده بيبقى عارف امكانياته او ظروفه، بيبقى واخدها قرعه مثلا او اشتراها من زمان، مش معايا فلوس ابني. فبدل ما اسيبها والجهاز ياخدها مني او يديني غرامه كبيره، وانا كده كده اصلا اوريدي مش هقدر ابنيها ولا سنه ولا 2، فكده كده يبقى انا سنه و2، يبقى انا كده بقى قعدت وطرمخت كده عليها وممكن تتسحب مني. لا، اعمل ايه بقى؟ ابدا ابيعها. غيري هيبني، واللي هيشتري هنا لازم يبني. اللي هيشتري في الاحياء دي لازم يبني من الصبح، واللي هيشتري في الاحياء دي، في احياء ينفع يعمل عليها تنازل وفي احياء ما ينفعش يعمل عليها تنازل. في احياء هتعمل بعقد، وفي احياء لازم تبني عشان تعمل التنازل على قطعه الارض بتاعتك او البيت بتاعك. يعني هو قطعه الارض لازم تبني علشان يبقى في تنازل لك. الدنيا كده واضحه معاكم؟ الدنيا ماشيه؟ شايفين ماشيه ازاي؟ ركزوا. اللي مش قادر يبني ما يستناش الوقت يدخل على اكتر من كده والارض تبقى سعر الارض بتاعته ينزل الارض اكتر من كده. الاحياء دي فيها اراضي فيها اسعار كمان يعتبر عادات ميته. كنا من 6 شهور مثلا نيجي نقول 28 كنت هتكلم في 1550، نبدا من 1550 مثلا، او 1500 ل 209، 1450 اقل حاجه. هكذا 28، هكذا 29 30. قعدت في اراضي بمليون و50 في 29 30، واراضي و100 ومليون و100. فاحنا مش عارفين الدنيا ماشيه ازاي او الدنيا هيبقى فيها ايه. احنا لما بنروح الجهاز العقاريه فوق اسال يقول لك لازم شطب وجهه. الاحياء هتسحب يا عم، يقول لك كده زي ما بيقولوا على 13 و11 و15. بس ثواني هرجع برضه اقول لكم على حاجه مهمه جدا، اسمعوا بس في اخر الفيديو ان شاء الله مش هنسى اقولها لكم. الاحياء دي تركز فيها وتبني عشان ما عادش فيه هزار. ليه بقى؟ الاحياء الشرقيه مثلا حيز ال11 وال13 وال15 اللي عنده مخالفه، الاحياء دي بنت بقالها فتره طويله وما راحش يسد مخالفته، اللي زرع الجنيه بتاعته. انتوا مفكرين المسطح اخضر ده حاجه كويسه؟ انت تدفع في السنه 10000 جنيه على المسطح الاخضر، لا اما بيزيد عليك كل سنه. المشكله مش بيعملوا لك مخالفه، الكلام ده اكيد. روح قبل ما تزرع بيتك اعمل اول تنازل، وبعد كده ازرع بيتك ازرع جنينتك براحتك لو جنينه جانبيه. لكن الخارجي ده مش بيبقى عليه قوي، مش بيبقى عليه حاجه، لان انت حته صغيره قدام بيتك كده. فالاحياء اللي حكيت لكم عليها اللي هي ال 11 13 15 دول فعلا الاراضي اللي عليها مخالفات عملوا عليها وقف تعامل على القطعه دي، وقف تعامل على قطعه الارض. يعني اجي ابيعها، يجي اللي يشتري يدفع عربون، يجي نروح نسال في الجهاز نلاقي واقف على تعامل عليها لان عليها مخالفه، رغم ان انا مشطب واجهتي مثلا ومشطب واموري تمام، بس عندي مخالفه ما رحتش سددتها. الجنينه دي اكتر حاجه عليها مخالفات يا جماعه، ركزوا. الجناين دي باليوم سوري بالشهر بتحسب عليها بالشهر وبالمتر. اساسا على ده بتدفع فلوس، يعني شوف المتر بكام بتدفع عليه فلوس. كل سنه تدفع، بيجي لك حاجه كده اللي هو بيقدروا لك كم متر انت زرعه وبتدفع عليه فلوس كل سنه. فاعمل تصالح الاول على الجنينه مع الجهاز. كده الامور واضحه معاكم. سلسله حلقات جامده جدا الفتره دي، هنتكلم على كل حي بحيه بتفاصيله، كل سوره حي بمجوهراته بتفاصيله. اسمعوا الفيديوهات كويس، ركزوا معانا الفتره دي، اعملوا مشاركه، اللي ما اشتركش يشترك معانا،
اعملوا مشاركه الفيديوهات عشان الكل يستفاد زي ما حضراتكم استفدتوا. بالتوفيق للجميع، وما تنسوش تحطوا اللايك. طيب اللي حابب يشتري قطعه ارض، حابب يشتري بيت، حابب يشتري شقه، تواصل معانا. الرقم بتاعي هو المكتب العقاري. حابب تبني، طلع رخصه، جواب حفر، عايز الباشمهندس احمد طبعا شغله ما شاء الله، اللي حابب يتفرج عليه في القناه عندنا فيديوهات كتير لشغل الباشمهندس احمد. والفتره الجايه هنصور شغل كتير من تشطيباته ومن المباني. عندنا المكتب، يبقى احنا كان عندنا المكتب العقاري وعندنا المكتب الهندسي، طلع رخصه، جواب حفر، اشراف مباني، اشراف تشطيبات، كل اللي انتوا عايزينه موجود. كل اللي انتوا عايزينه موجود. بالتوفيق للجميع. انا هنا ده في الحي ال28. اللف بتاع النهارده دوت والفيديو بتاع النهارده ده الحي ال28. ان شاء الله السلسله الجايه هنتكلم على كل حي بتفاصيل. حي 28 ينقسم لمجاورات، في مجاورة 1 و2 و3 و4 و5، في 5 مجاورات، مفيهوش اي مجاورة اسكان اجتماعي. اللي بيخدم للأسف الحي 28 الاسكان الاجتماعي اللي في وشك بتاع الحي 30 و29، لكن هو لسه خدمات دلوقتي، مفيش في خدمات دلوقتي. لكن اللي بيخدمني احلى حاجة فيه ان هو بقى ايه، ان انا مش بعيد خالص عن الخدمات، لا، ان انا في وشي الحي 28 سوري الحي 29 والحي 30 فيهم خدماتهم، في مدارس، وحدة صحية، سوق، سيرفيسك شغال على الطريق الرئيسي، شغال زي الفل، السيرفيس شغال ما بتقطعش. كل الخدمات اللي انا عايزها. البيوت كلها اللي على الطريق بره عامله محلات، وده مخالف طبعا عشان برضو ما حدش يكتب لي في الكومنتات. كل المحلات اللي في البيوت مخالفه يا جماعه. العاشر من رمضان وايه مدينه جديده جهازها ما بيعترفش بحاجه اسمها محلات في البيوت. محلات يعني سناتر، يعني مولات كده. احنا الدنيا ماشيه معانا ازاي وفهمنا الدنيا. حطوا بقى لايك، نستاهل اللايك ونستاهل تعمل مشاركه للفيديو عشان الكل يستفاد.